داك الإنسانة الخوافة، داك الإنسانة اللي كتشوف المنكر وكتسكتلو، داك الإنسانة اللي كتشوف الحق وما كتبينوش. عندكم تغلطوا، ومهما كان الثمن، مهما كان الثمن. عندكم يصحاب لكم أنني غادي نشوف بكريشة كتغرق وحدة مريضة بالإجرام ظلما وعدوانا ونسكت؟ أبدا، مهما كان الثمن، مهما كان الثمن. وخديت على عاتقي أن هاد العصابة فضيحتها غادي تكون على يدي وخا بالموت، وفضيحة الأفعال ديالهم والإجرام ديالهم اللي كاين في الخفاء خديت على عاتقي أنني نفضحو. كي جيتك الموزونة، كي جاتك البقة، عجبتك البقة ومازال غادي تعجبك، مازال غادي تزيد تعجبك البقة. غير ردي بالك، انت هي رئيسة العصابة وهي رئيسة الحربة، ولكن ماشي معايا، ماشي معايا. عندك صحاب لك غادي نسكت لهاد المؤامرة اللي دايرين على بكريشة باش تدخلوه 30 عام الحبس إرضاء لسواد عيونها، يعني لأنه ما بغاش يطلقني. مازال بزاف الحوايج، مازال. هذه غير البداية، شتي بداية ظهور الحق احنا وصلنا له، هذه غير بداية الطريق. مازال بزاف الحوايج غادي يتفضحوا في الوقت المناسب، كل شيء في الوقت المناسب. بزاف خرجتي يا الموزونة اللي في راس مالك موزونة، خرجتي كتقولي غادي فلانة غادي ترفع دعوة بالشهيدة وحنا بغيناها، وفي خبارك داك الدعوة حنا بغيناها، يا ريت انا نخلصها لها. عرفتي علاش؟ لان في الضابطة القضائية غادي يبحثوهم بجوج، وماجدة غتقول الحقيقة، والغريب في الامر ان ماجدة عندها شهود على هضرتها، عندها شهود على هضرتها، عندها الجيران شهود وعائلتها شهود، خالتها شاهدة وخالها شاهد، شحال من شاهد عندها على هضرتها. ايوا الاخرى تجيب شهودها حتى هي بانها ما دارت ما فعلت، عندها ها ديال الشهود. ماجدة على هضرتها ما كتهضرش من فراغ، كلشي شاهد. يا ريت دير هاد الشكاية هادي، يا ريت باش تما يتفضح كلشي عن طريق القانون. اجي انتي قلتي هاد الحاجة، قلتي هاد الحاجة، كانت كتجي وكدير هكا وكدير هكا وهدير، وها هما الشهود، جيبي الشهود. كانت كتجي وكتقول لنا قولوا لها دير هكا وهادي وهادي وهادي. اجي انت انا طق 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 طق، اجي انتي ديرا شهودك، ما عنديش شهود. يا ريت ديروا هاد الشكاية، يا ريت، لان هاد الشكاية هي اللي غتكون النهاية اللي غتحسم كلشي. ما نستناوش تسالي زينة المحارم ونديرو شكاية كيدية ونشوفو، غتكون هاد الشكاية اللي غتدار بشهيدة هي اللي غتجيب التمام، هي اللي غتفضح كلشي امام القضاء. وبالبحث والخبرة للتليفون، اما الا داروا الخبرة للتليفون فضيحة، كارثة عظمى، لان التليفون غيبين المؤامرات اللي بزاف منها. ما يمكنلكش ملي كيسطع النور الحق، ما يمكنلكش تغطيه، يمكن لك تغطي عينيك باش ما يعميكش، لانك انت ما كتبغيش الحق، ولكن باش دير يدك باش تغطي النور ديالو ما تقدرش، ما تقدرش. باش نخلي انا راجلي يغرق ب30 عام بسبب وحده مريضه بالاجرام، هذيك اللي ما غاديش تكون، هذيك اللي ما غاديش تكون لكم ابدا. واي حاجه عرفتها غنفضحها بدون رحمه وبدون شفقه، لان نتوما ما تستاهلوش الرحمه والشفقه، لان نتوما مجرمين، مجرمين، مجرمين كتمشيو
حرين طليقين لابسين لباس البراءة. ياما مثلتو على المتابعين، ياما كنقول للمتابعين راه هادوك كدابين، ياما قلنا لهم راه هادوك ممثلين، ياما قلنا لهم هادوك مجرمين غير كيمثلوا عليكم. اليوم بدا كيبان كلشي، بدا كيتكتشف كلشي. وهادوك اللي كيقولوا لبنى غرات الشهيدة، علاش ما قدرتش تغرها الناموسة رغم انها حاولت معاها؟ لو كانت هاد الانسانه كتغر، لو كان غرتها الناموسه. هاد الانسانه ما كتغرش، هي انسانه بسيطه، ولكن قالت لي واحد الهضره، قالت لي واخا يتحط لي جنوي على عنقي ما نشهد شهاده الزور، ما ندير داكشي اللي طلبوا مني، شتي بالموت. قالت لي انا غادي نقول الحقيقه، وغادي نعاود للقاضي كيفاش كانوا كيجيو وشنو كانوا كيديروا بالتفصيل. هاي وقبيله حاولت معاها، مشات عندها عيطت لها وهي تقول لها بعدي مني، وهربت منها. بغات دير معاها محاولة أخيرة، قالت لها بعدي مني، وهربت منها وما بغاتش تهضر معاها. باش تعرفوا هاد البنت واخا فقيرة ولكن قلبها عامر بالإيمان، عامر بالله، وقلبها عامر بالخوف من الله. ما تخافوش على ماجدة انها تبدل او لانهم ياثروا عليها كيف ما انا ما خايفاش عليها، لانها رغم الفقر ديالها واحد الانسانه مربيه وكتخاف من الله وما تقدرش تشهد شهاده الزور. وحده قالت له منين كطفى هذه؟ هاني طفيت اختي هاني. خرجوا العصابة وقاطع الكذبة اللي تبناوها وضحكوا على الرأي العام باش يغرقوا سيد ظلما وعدوانا، كيهيئوا أن النوسة سببها شهود هما اللي دخلوا ليها لراسها زينة المحارم باش تفلت من عقاب هيهات يصحاب يقدروا يضحكوا على القضاء. شوف أنا كنتمنى أنهم يديروا شكاية بشهيدة. علاش؟ لأن هي القضية الفاصلة اللي صافي غيسالي كلشي، لان ملي غتمشي الشهيده غتعاود شنو كاين وغتحط الشهود ديالها والله يعاون غيتقلب كلشي. طلعي لبنى شانيل راه باغيه تقول شي حاجه، كي غندير نطلع التليفون يعني كنهضر فيه، كندير فيه اللايف، ما يمكنليش نطلع لان لايف عادي هذا. يلا لبنى شانيل كتبي لي انا نقرا التعليق ديالك، يلا ما تقدريش تسكتي هاد المراه. لبنى قايكم واخا كتبي لبنى شانيل وانا نقرا. كلش أدلع نفسي في الحديث الصحيح: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. أختي شهادة الزور صعيبة. لبنى واش هادي اللي كتقولي على ماجدة ما يديرش لك مشكل؟ اش من مشكل غادي يدير لي؟ المراه هضرنا عادي، تلاقينا كنهضروا. شوف نهار اللي تلاقيت انا ماجدة بالصدفه في السويقه، وانا شوف غيديروا شكايه بالاخرى بشاهده، وانا مستعده نحضر ونقول لهم نعاود لهم كيفاش لقيتها وشنو الحديث اللي دار بيناتنا، وفي المحكمه الحديث اللي دار بيناتنا عادي، لان ما كاينش شي حاجه غادي تخبى. لا انا رشيتها، لا انا هربتها، لا انا ضغطت عليها. بالعكس في المحكمه راه كنت جالسه بعيده علينا، ما كنتش جالسه حدانا، كنت جالسه بعيده.
يلا قلت لها السلام، قالت لي السلام. حتى خرجنا عاد تلاقينا، سولت لنا فوقاش كان الجلسة، أكدنا على فوقاش الجلسة، وهي هضرت بوحدها ومع عائلتها، كنا كاملين مع عائلتها. قالت لك أنا ما نقدرش نشهد شي حاجة زور غدا يوم القيامة يحاسبني ربي، أنا ما شايفاش، ما شفت حتى حاجة، واللي عندي غادي نقولو للقاضي. وبدات كتحكي اشنو وقع، اشنو كانوا كيديروا، وعائلتها كيكملوا الهضره. عائله عارفه كلشي، كتعاني معاهم لان كانوا كيضغطوا عليها. انا مستعده ندلي بهادشي كامل، ما كذبت، ما رشيت، ما هددت، ما حتى حاجه، في سبيل الحق نمشي نهضر، نقول كلشي اللي عندي، ولا اخاف فيها لومه لائم. النهار اللي تلاقيت ماجده في السويقه صدفه، اصلا انا ما عرفتهاش مزيان، وهي ما عرفتنيش اصلا، ما كتعرفنيش. ف سولتها جوج اسئله، قلت لها شوفي ماجده، غادي نسولك جوج حوايج اللي مهمين عندي، بغيت نعرفهم، الباقي ما كيهمنيش. قلت لها ماجده انت عشتي معاهم؟ قلت لها انا عشت معاهم عامين، ما شفت حتى حاجه ماشي طبيعيه، لا شفت راجل كيمشي لبنته، ولا كيقرب من بنته، ولا كينوض في الليل، ولا حتى حاجه. ماجده انا مراتو، انا براسي باغيه نعرف واش شفتي شي حاجه، واش كنتي كتشوفي شي حاجه، لان راه قالوا بانك شايفه شي حاجه. جاوبيني على هذا السؤال، حتى انا بغيت نعرف ومن حقي نعرف. قالت لي شوف الحبيبه، انا ما عمرني شفت شي حاجه، ما عمرني جات عيني على شي حاجه ابدا، واش شفت شي حاجه ماشي هي هذيك. قالت لي الحاجه اللي نقدر نقول لك شفتها ومتاكده منها هي ان داك المراه كانت ما كتهلاش في ولادها، وكانت سامحه في ولادها، وكتخرج وما كتجيش كاع عند ولادها، ما تعرفهم لا لبسوا ولا كلاو ولا نعسوا. هادي نبصم لك عليها وشهد عليها. شي حاجه اخرى ما كايناش، ما كايناش. قلت لها السؤال الثاني، واش نتي شديتي الفلوس؟ واش خديتي الفلوس؟ قالت لي انا ما خديتش الفلوس، انا ما خديتش الفلوس، واخا تعطوني الفلوس انا ما خديتش الفلوس، وما عمرني ناخذ الفلوس. قالت لي واخا يعطوني الملاير ما ناخدش الفلوس باش نشهد الزور على شي حاجه ما كايناش. السلام عليكم. اعترفت زعيمة شبكة بيع الرضع والتلاعب في عدد من الخدمات الصحية في فاس على أنها كانت كتدخل المستشفيات العمومية بالزز، يعني عن طريق القوة، باستغلال أفراد أسرتها وعائلتها المعروفة بلقب من طوطو، وهما من ذوي السوابق القضائية ومعروفين بسلوكهم الإجرامي. وأكدت زعيمة هذه الشبكة فاطمة على أنها كانت كتدخل المؤسسات الصحية للاستفادة من جميع الخدمات الطبية والتوسط كذلك لفائدة معارفها مقابل مبالغ مالية اللي كتاخدها منهم، بالاستعانة بمجموعة من الوسطاء وبمشاركة حراس الأمن الخاص اللي كتسيطر على سير العمل النظامي الخاص بهم. واعترفت بعلاقتها بعدد من الأطباء والموظفين بهذوك المستشفيات، وقالت على أنها كانت كتعرض نفسها على الناس والمرضى وكتوسط لهم باش يستافدوا من الخدمات الطبية ديال التحاليل والكشوفات والفحوصات كذلك الطبية، وكذلك تقريب المواعيد اللي كتكون وزيارة المرضى، وحتى كتجيب لهم حتى الأدوية الطبية، وكذلك الحصول على شواهد طبية اللي كتكون وهمية كتفوق مدة العجز ديالها 21 يوم مقابل المال. وفي سياق آخر اعترفت المعنية بالأمر على أنها كانت كتشارك حراس الأمن الخاص في عملية البحث على الراغبين في بيع أطفال اللي كيكونوا يعني يلا زايدين لفائدة شي زوجين كيكونوا باغيين يتكفلوا بأطفال مقابل مبالغ مالية.
وتا هي كتاخد النسبة ديالتها من عند هاد الزوجين. واعترفت كذلك على أنها ربطات الاتصال بحارس الأمن واحد آخر اللي كاين بمستشفى الجهوي الغساني باش يقلب ليها على الأمهات العازبات اللي باغيين يتخلاو على ولادهم مقابل واحد العمولة مالية اللي كتاخدها من طرف هاد الزوجين اللي باغيين يعني يتبناو واحد الطفل، وكتدخل ليهم كذلك في عدم تسجيل الأطفال اللي كيتزادوا بسجل الولادات على أساس تسجيلهم باسم الأم اللي باغا تكفل بهذاك الطفل. بالإضافة اعترفات على أنها قدمات في عدة مناسبات للمستشفى الجهوي الغساني كانت كتجي ليه باش تقضي أغراض ديال الأشخاص اللي باغين يستافدوا من الخدمات الطبية، بالإضافة لأنها كتنتحل صفة مستخدمة بالمركز الاستشفائي الجامعي ديال الحسن الثاني. زعيمة هذه الشبكة المعروفة ببيع الرضع اعترفت أيضا على أنها كتوسط للراغبين في الحصول على شواهد طبية وهمية اللي كتفوق مدة العجز ديالها 21 يوم، وكذلك الاستفادة من الحقوق المدنية أثناء التقاضي ما بين الخصوم، وكترشدهم لعيادات طبية خاصة. واعترفت كذلك في تصريحاتها المفصلة أمام عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على أنه مني غادي يتخلى السبيل ديالها ولا مني غادي يطلقوها أثناء تقديمها أمام العدالة واعتقال باقي أفراد أسرها، على أنها استمرت في هذا النشاط الإجرامي اللي كيتمثل في تعريض التجار والباعة المتجولين بحي بالخياط الشعبي للابتزاز وفرض إتاوات مالية على هاد التجار مستعينة ببعض معارفها.